السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل كده اعادة تدوير. لو عندك يعني سمك بايت كده وولادك مش عايزين ياكلوه، فان شاء الله هنعمله بطريقة حلوة جدا وان شاء الله هيعجبك. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى لو انت جديدة عندي في القناة تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجي عليه. تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنقول بسم الله. طبعا عندي اول حاجه كده السمك، اي نوع سمك عندي كمان بصلتين كده متقطعين، يعني شرايح جوانح اي حاجه اللي انت تفضليه. وعندي كمان عصير طماطم وعندي فلفل الوان. عصير الطماطم ده حوالي نص كيلو. دي صلصه، يعني صلصه انا مفرزاها في الفريزر، ممكن يبقى برضو طماطم وتضربيها وكده. تمام. وعندنا ملح وفلفل اسمر وكمون ورشه من الكزبره. ممكن تقطعي السمك وممكن تسيبيه يعني السمكة بوحدتها كده زي ما انا سايباها. التوابل بتاعتنا هنحط من كل حاجة رشة بسيطة. تعالوا بقى على النار عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت بقى صينية على النار، هحط فيها شوية زيت صغيرين هيسخنوا كده، وهبدأ انزل بالبصل. دول بصلتين كبار، ممكن تقللي البصل وممكن تعملي يعني بأي كمية تريحك. تمام كده. انا سبت البصل لما دبل شويه، انا بحب البصل يكون فيه يعني تكه كده، فلو انتي ما بتحبيش كده ممكن هتزودي عليه النار شويه وتخليه يصفر معاكي. تمام. لو بتحبي القرشه بتاعه البصل يبقى هتحطي الطماطم في الوقت اللي انا هوريهولك دلوقتي برضو بقلب الفلفل مع البصل كده لحد ما ريحته بس تطلع. دلوقتي بقى هنزل عليهم التوابل. هقلبهم بقى كويس مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم. كده كان البصل دبل والفلفل كمان دبل معاه. هنزل عليهم الطماطم وهسيبهم يعني يغلوا مع بعض كده شوية. الطماطم دي متسبكة، لو انت هتحطي طبعا طماطم ضربها في الخلاط هتسيبيها لما تتسبك معاهم. تمام. بعد كده دلوقتي هنزل لهم حوالي كوباية او كوباية الا ربع من المية. بعد ما كده بعد ما الطماطم اتسبكت مع البصل والفلفل. كده بعد بقى ما غليوا مع بعض كده، المية اللي حطيتها غليت مع الطماطم، هجيب بقى السمك وهبدأ ارصه كده في الصينية عندي. عايزه اقول لكم ان الاكله دي بتكون طعمها حلو جدا، ويعني البصل ده كله بيتاكل، ما بنسيبش ولا واحده. هغطيهم بقى بالصلصه دي كويس قوي، وبعد كده هدخلهم الفرن. هسيبهم الاول يغلوا على النار شويه، وبعد كده هدخلهم الفرن علشان بس ياخدوا لون من على الوش كده. يعني هسيبهم يغلوا حوالي 5 دقايق، يعني لحد ما السمك يتشبع كده من الصلصه اللي احنا حطيناه فيها. كده خلاص هاخدهم بقى ادخلهم الفرن. هشغل عليهم الشوايه بس ان هم ياخدوا لون، يعني مش هياخدوا 5 دقايق وبعد كده هيخرجوا. كده السمك بتاعنا اهو بعد ما خرج يعني زينته بليمون كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفه عجبتكم. طبعا سهله جدا وبسيطه وبتغير من طعم السمك خالص. سمك بقى بايت، يعني انا كمان ساعات ما بيكونش عندي سمك بايت وبعملها. بس كده الفيديو بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده.